عمرك حسيت بدوخة أو نعاس أول ساعة بعد الفطار؟ ما تقلقش، أنت مش لوحدك وليها سبب واضح جدا. الغريب إن الدوخة دي بتحصل لناس كتير جدا في رمضان، حتى لو الأكل كان كتير أو الفطار شكله صحي. بعد يوم صيام طويل جسمك بيكون في وضع هدوء، وفجأة يدخل له أكل تقيل فيحصل له هبوط مفاجئ. أول سبب لشعورك بكده هو ارتفاع السكر بسرعة، وبعدها نزوله بسرعة أكتر، وده يعمل دوخة ونعاس. لما تفطر على أكل تقيل مرة واحدة، الدم يروح للمعدة بقوة، والمخ يوصل له دم أقل، فتحس بدوخة. الأكل الغلط زي المقليات والحلويات التقيلة والسكريات الكتير من أكتر أسباب الشعور بالدوخة بعد الفطار مباشرة. الحل بسيط ومش معقد، ابدأ فطارك خفيف، مية زائد تمر، سيب جسمك يفوق شوية، وبعدين ادخل على الأكل التقيل بهدوء، كده تحمي معدتك وتثبت طاقتك. الفطار الصح مش كمية، الفطار الصح ترتيب، تدرج في الأكل خطوة خطوة، مش هجوم مفاجئ على المعدة يرهقك بدل ما ينشطك. لو الدوخة بتتكرر وبتحصل حتى مع أكل مظبوط، لازم تراجع دكتور وتطمن على الضغط والسكر. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة. فايدة هب، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.